في صفات في الدنيا لو سكنت قلب إنسان بتغيره: الرحمة والصبر والاحتواء. لو قلبك بيعرف يحتوي، ولو حضنك بيهدي، ولو صوتك بيطبطب، يبقى أنت بالفعل أم. الأمومة مش مرتبطة بعمر أو إنجاب، مش محتاجة شهادة أو طفل. الأمومة صفة في القلب والروح، موجودة في كل فعل حنون، وفي كل اهتمام، وفي كل دعم للي محتاج. في ناس كتير ما خلفتش لكن قلبهم مليان أمومة. أخت كبيرة بتربي، جارة بتعرف تسمع. حتى في قصص من الماضي بتورينا الأمومة كصفة. السيدة آسيا ما كانتش أم لسيدنا موسى، لكنها احتوت قلبه وحمت روحه. أي شخص اختار يكون سند وحضن للتاني، دي أمومة حقيقية. لو عيد الأم بيعدي عليك تقيل، افتكر إن الحنية اللي في قلبك هي الأمومة، وانتي بالفعل أم مهما حصل. بصمتك الحنينة موجودة. قدري نفسك واظهري أمومتك بحنية، بكلمة أو حضن أو رسالة أو دعم. خلي العالم يعرف قيمتك. مش محتاجين شهادة. الأمومة مش بس للأطفال، هي موجودة في أي مكان في العالم. في كل فعل حنين بيصنع فرق. يمكن بعض الناس معهم أطفال، ويمكن بعضهم لسه ما جاش له نصيب، لكن الأمومة والأبوة موجودة قبل الولادة، موجودة في كل كلمة حنينة وكل حضن وكل سند. لو عيد الأم أو الأب بيعدي عليك تقيل، افتكر إن قلبك اللي بيعرف يحتوي ده كفاية. ويمكن يوم من الأيام حد يقف قدامك ويقولك كنت ليا أمان. وهنا هتلاقي إن الأمومة والأبوة مش مجرد أحداث، دي صفات حية في قلبك ومستاهلة كل تقدير وحب.